أنا هحكي لكم حكاية غريبة يمكن تبان في الأول عادية. مدير في شركة عنده سكرتيرة مراته في البيت وشغالة بتساعدهم. بس صدقوني، كل واحد فيهم كان مخبي سر، والأسرار دي هتعمل دوشة في دماغكم، وكل سر هيبقى وراه لغز محتاج يتفك. أنا الراوي كنت قريب من الموضوع ده، وسمعت ورأيت تفاصيل عمري ما كنت أتوقع إنها تحصل في بيت واحد. القصة تبدأ من عند المدير اسمه خالد، راجل في الخمسينات ناجح، صوته تقيل وهيبته مالية المكتب. كل الناس بتحترمه، بس في نفس الوقت كان غامض، محدش يعرف بيفكر في إيه بالظبط. عنده سكرتيرة شغالة معاه من 3 سنين اسمها نهى، بنت في أوائل التلاتينات شاطرة جدا، بس ساعات تحس إنها مش بس سكرتيرة، تحس إنها عندها هدف أكبر من مجرد شغل. في البيت مراته ليلى، ست هادية في الظاهر، بتحب تعمل خير وتبان إن هي الزوجة المثالية. بس اللي يعرفها كويس يلاحظ إن جواها حاجة مكبوتة، كأنها بتخبي جرح أو سر كبير. أما الشغالة سعاد فهي بسيطة جدا في الشكل، بتضحك دايما وتبان إن ما وراهاش حاجة. لكن الغريب إن ساعات كانت بتظهر عليها تصرفات مش طبيعية، أسئلة غريبة بتسألها، كلام يبان عادي لكنه يديك إحساس إنها عارفة أكتر من المفروض تعرفه. في يوم عادي جدا خالد دخل مكتبه. أول ما قعد على الكرسي الكبير اللي وراه مكتبة مليانة ملفات، نهى دخلت ومعاها أوراق. قال لها: صباح الخير يا نهى، في إيه جديد؟ ردت وهي مبتسمة: صباح النور يا فندم، بس في حاجة غريبة، لقيت ظرف متساب على مكتب حضرتك من غير ما حد يدخل. خالد استغرب: ظرف جاية منين؟ ما فيهوش اسم، مكتوب عليه بس كلمة واحدة: السر. هنا وقف خالد وبصلها بحدة: السر؟ فتح الظرف لقى ورقة صغيرة مكتوب فيها: اللي عايشين جنبك مش هم اللي فاكرين نفسهم، ابحث كويس. هنا بدأ أول لغز. مين اللي بعت الورقة دي؟ يقصد بإيه اللي عايشين جنبك؟ خالد حاول يخبي انفعاله وقال لنهى: تمام، حطيها في الدرج ومحدش يعرف عنها حاجة. بس اللي خالد ما خدش باله منه إن نهى كانت مركزة جدا في الورقة، كأنها هي كمان عايزة تفهم السر ده. بالليل خالد رجع البيت، لقى مراته ليلى قاعدة في الصالون بتشرب شاي. بصت له وقالت: مالك شكلك متوتر؟ مفيش يا ليلى، شغل. لكن هي حست إنه وراه حاجة. هنا دخلت سعاد الشغالة وقالت: مدام، نسيت أقولك، في واحدة سألت عليك النهاردة، قالت إنها قريبتك القديمة. ليلى اتلخبطت وقالت بسرعة: قريبتي؟ مين؟ معرفش، كانت ست لابسة نضارة سودة وقالت هترجع تاني. خالد بص لمراته بريبة وقال: هو انتي مخبية حاجة عني يا ليلى؟ ليلى حاولت تهزر وتغير الموضوع: يا راجل، هو أنا عندي أسرار منك؟ لكن في عينيها كان في توتر واضح. الليلة دي خالد منامش، كل شوية يبص على الورقة اللي جاتله في المكتب ويفكر في كلام الشغالة عن الست اللي ظهرت فجأة. الغريب إن نهى السكرتيرة في نفس الوقت كانت قاعدة في بيتها فاتحة اللابتوب وبتكتب حاجة زي تقارير. أول ما خلصت فتحت درج مكتبها وسابت ورقة صغيرة مكتوب فيها أرقام غريبة، كأنها شغالة على حاجة مش المفروض المدير يعرفها. وفي نص الليل سعاد الشغالة نزلت من أوضتها، راحت على التليفون الأرضي القديم اللي في الصالة وكلمت رقم سري وقالت جملة واحدة: الخطوة الأولى تمت. وقطعت. إيه الخطوة الأولى؟ هي بتشتغل مع مين؟ الصبح تاني يوم خالد قرر يواجه نهى. بصراحة يا نهى، أنا مش مرتاح، أنتِ متأكدة إن مفيش حد دخل المكتب غيرك؟ نهى هدت بثقة: أيوة يا فندم، على فكرة حضرتك فاكر إن الظرف ده تهديد ولا يمكن يكون حد بيحاول يساعدك؟ خالد بصلها وقال: الكلام ده لو خرج بره المكتب هتبقى مشكلة. في نفس الوقت ليلى مراته راحت تزور صاحبتها القديمة، لكن المفاجأة إن صاحبتها سألتها: مين الست اللي كانت واقفة تحت بيتك الأسبوع اللي فات؟ أنا شفتها. ليلى اتوترت وقالت: أنتِ كمان شفتيها؟ الغريب إن ليلى ما أنكرتش، بالعكس بان عليها إنها عارفة الست دي. هنا بدأ يتكشف إن في شبكة أسرار حوالين المدير، كل واحدة من الشخصيات دي ماسكة طرف خيط. وفي نهاية الفصل الأول خالد فتح درج مكتبه وهو لوحده، لقى ورقة جديدة محطوطة مكان الظرف الأول، مكتوب فيها: اللغز اللي قدامك ليه 3 مفاتيح: السكرتيرة، مراتك، والشغالة.
لو اخترت المفتاح الغلط حياتك هتتدمر. خالد قعد ماسك الورقة والعرق نازل من جبينه، والسؤال اللي فضل معلق: مين فيهم بيضحك عليا؟ أنا لسه معاكم، ولسه الحكاية ما ابتدتش تتفك. المدير خالد دلوقتي قدامه ورقة تانية بتقول إن اللغز وراه 3 مفاتيح: السكرتيرة، مراته، والشغالة. والمصيبة إن واحد فيهم هو المفتاح الصح، والتانيين ممكن يضيعوه. خالد طول الليل ما نمش، عمال يبص على الوشوش دي في دماغه: نهى، السكرتيرة اللي ساعات تحس إنها أذكى من اللازم. ليلى، مراته اللي واضح إنها مخبية سر عن زمان. سعاد، الشغالة البسيطة اللي كلامها بقى يثير الريبة. الصبح راح المكتب. نهى دخلت ومعاها قهوة. قال لها: نهى، قوليلي، انت متأكدة إن محدش ليه مصلحة يقرب مني غير الشغل؟ نهى ردت بابتسامة غامضة: يا فندم، أي حد ناجح ليه أعداء، بس الأعداء ساعات بيكونوا أقرب مما تتخيل. الجملة دي وجعت دماغه، كأنها عارفة حاجة. لكن خالد رد ببرود: طيب، لو كنت في مكاني تبدأي بمين؟ قالت بكل ثقة: مراتك. هنا خالد اتصدم وسابها وخرج من المكتب. رجع البيت بدري، لقى ليلى قاعدة تقرا في دفتر قديم. قال لها: إيه ده؟ قفلت الدفتر بسرعة وقالت: مجرد ذكريات. لكن خالد خطف الدفتر من إيدها وفتح صفحة، لقى صورة قديمة ليها مع راجل مش هو. سألها: ده مين؟ ليلى ارتبكت وقالت: صديق قديم، قبل ما نتجوز. بس اللي غريب إن تحت الصورة مكتوب كلمة واحدة بخطها: المفتاح. خالد حس إن الموضوع أكبر من مجرد صورة. راح نام من غير ما يتكلم، لكن طول الليل فضل يتقلب. الليلة دي حصلت حاجة أغرب. سعاد، الشغالة، دخلت أوضة المكتب في البيت بعد ما الكل نام. طلعت من تحت السجادة مفتاح معدني قديم مكتوب عليه رقم 7، وبعدها همست لنفسها: لسه فاضل خطوتين. وبعدين رجعت المفتاح مكانه. الغريب إنها ما خدتش بالها إن ليلى كانت شايفاها من ورا الباب. الصبح ليلى راحت لخالد وقالت: أنا لازم أقول لك حاجة. مبارح شفت سعاد وهي مخبية مفتاح غريب. خالد اتنرفز وقال: وانتي ايه اللي مصحيكي بالليل؟ قالت: كنت سامعة أصوات. لكن اللي شد انتباه خالد أكتر هو كلمة مفتاح، لأن الورقة اللي جات لها قالت له في 3 مفاتيح، يبقى فعلا في مفتاح حقيقي بيتخبى في البيت. في نفس اليوم خالد قرر يراقب. قال لنهى في المكتب: أنا محتاج منك تراقبي البيت من بعيد. نهى استغربت: ليه يا فندم؟ ما تسأليش، بس ركزي على الشغالة والست اللي بتيجي تسأل على مراتي. نهى وافقت، لكن أول ما خالد خرج من المكتب هي نفسها اتصلت بحد وقالت: الخطة ماشية. هو بدأ يشك في مراته. بالليل حصلت مفاجأة. جرس الباب أن خالد فتح، لقى الست اللي اتقال عليها قبل كده لابسة نظارة سودا، وقفت قدامه وقالت: مساء الخير، ممكن أكلم ليلى؟ خالد شدها جوه وقال: انت مين؟ الست بصت له وقالت: أنا اسمي ناهب وصاحبة سر مراته. ليلى نزت من فوق أول ما سمعت الاسم ووشها اتغير. قالت: أنتي؟ إيه اللي جابك هنا؟ ناهد ردت: جيت عشان أرجع لكم المفتاح اللي ضاع من سنين. وطلعت من شنطتها نفس الشكل اللي لقيته سعاد، مفتاح عليه رقم 7. خالد مسك المفتاح وسألهم: إيه معنى الرقم 7؟ وليه كله بيتكلم عن مفاتيح؟ ليلى سكتت، وناهد قالت: الرقم ده هيفتح لك الحقيقة، بس مش لوحدك. لازم تختار مين هيساعدك. لو اخترت الشخص الغلط حياتك كلها هتولع. في نهاية الفصل الثاني خالد لقى نفسه قدام 3 احتمالات: يا إما يصدق نهى اللي بتشككه في مراته، يا إما يواجه ليلى اللي عندها صور قديمة غريبة، يا إما يتبع سعاد اللي بتخبي المفاتيح. لكن الأغرب لما رجع بيته لقى ظرف جديد على سريره مكتوب فيه: المفتاح السابع مش هو الحل. الحل في السؤال: مين اللي بدأ اللعبة أصلاً؟ وخالد سأل نفسه: هو أنا بلعب لعبتهم ولا هم اللي بيلعبوا لعبتي؟ أنا لسه مكمل معاكم، والموضوع بقى أخطر مما كنت متخيل. خالد دلوقتي بقى عايش في دوامة، كل يوم يصحى يلاقي ورقة جديدة أو مفتاح غريب. والنهاردة الصبح لقى ظرف متساب على مكتبه في البيت. الظرف مكتوب عليه جملة غريبة قوي: اللي وراك أقرب من اللي قدامك. خالد مسك الورقة وفضل يعيد الجملة كذا مرة، مش فاهم مين اللي وراه ومين اللي قدامه. وبدأ يشك في كل حاجة حواليه. راح شغله متوتر،
لقى نهى مستنياه كأنها كانت عارفة اللي حصل قبل ما يقول حاجة بصت له وقالت: الظرف وصل يا فندم صح؟ خالد اتصدم وقال لها: انت عرفتي منين؟ ردت بكل هدوء: أنا قلت لك قبل كده، الأعداء بيكونوا أقرب من ما تتخيل. خالد حس إنها بتلعب لعبة مزدوقة، بس سكت وما ردش. بالليل رجع البيت، لقى ليلى مراته قاعدة مع ناهد، الست اللي ظهرت فجأة، وقال لهم: إيه اللي بيحصل؟ أنا عايز أعرف الحقيقة دلوقتي. ليلى ردت بعصبية: خالد سيبني أشرح لك. لكن ناهد قطعت الكلام وقالت: لو عايز الحقيقة لازم تمشي معايا بكرة في مكان محدد. خالد رفض وقال: أنا مش هتحرك من غير ما أفهم. ناهد بصت له وقالت: لو فضلت عنيد كده هتخسر كل حاجة. هنا سعاد الشغالة دخلت فجأة وهي ماسكة المفتاح اللي لقاها قبل كده، وقالت: المفتاح ده مش لوحده، في 7 زيه، ولو جمعتهم هتعرف السر كله. خالد خد المفتاح من إيدها وقال: انتي بتجيبيه منين يا سعاد؟ ردت وهي عاملة نفسها مش فاهمة: لقيته، لكنه حس إنه وراها حاجة أكبر من مجرد إنها شغالة بسيطة. الليلة دي خالد قفل على نفسه في أوضة المكتب وبدأ يكتب كل الملاحظات اللي حصلت من أول يوم: الظرف الأول، الورقة التانية، صورة مراته القديمة، المفتاح اللي عليه رقم 7، ظهور ناهد، الشغالة اللي بتتكلم بألغاز. لما جمع كل ده على ورقة حس إن في حاجة ناقصة، لقى نفسه كاتب سؤال كبير في النص: مين بدأ اللعبة؟ وهو بيفكر فجأة التليفون الأرضي رن. خالد رفع السماعة بصوت متوتر وقال: ألو. جاله صوت رجالي غامض قالوا: المفتاح مش للباب، المفتاح للعقول. وبعدين الخط اتقطع. خالد قعد مرعوب وفضل يكرر الجملة: المفتاح للعقول يعني إيه؟ في تاني يوم الصبح وهو نازل الشغل لقى عربية سودة راكنة قدام البيت، فيها واحد لابس بدلة سودة. أول ما شافه اداله ظرف صغير وقال له: اتبع العلامة، وركب العربية ومشي. خالد فتح الظرف لقى فيه ورقة مرسوم عليها نجمة سباعية، ومكتوب في النص: واحد فيهم خاين والتانيين بيتلعب بيهم. رجع البيت بسرعة عشان يواجه مراته، لكن لقاها مش موجودة. سأل سعاد، قالت له: المدام خرجت من بدري وقالت مش هتتأخر. قعد مستنيها لحد بالليل، ولما رجعت كان وشها متغير وعينيها حمراء كأنها كانت بتعيط. سألها: كنت فين؟ ردت بحدة: ده شأني أنا. خالد حس إن في حاجة اتكسرت جوه العلاقة بينهم، وبدأ يقنع نفسه إن المفتاح الصح ممكن يكون عند نهى مش ليلى، لكنه في نفس الوقت مش قادر يبعد عن فكرة إن سعاد مش مجرد شغالة بسيطة. وبالليل وهو بيحاول ينام صحى على صوت خبط بسيط على شباك الأوضة. فتح الستارة لقى ورقة ملزوقة على الإزاز مكتوب فيها: المفتاح التاني ظهر، واللي مش هيلاقيه الأول هيتدمر. خالد حس إن الموضوع سباق، وإن في حد بيلعب معاه لعبة مرعبة، والسؤال اللي فضل شاغل دماغه هو: مين هيلقي المفتاح قبل التاني؟ أنا لسه مكمل معاكم. وخالد دلوقتي وصل لمرحلة الجنون من كتر الورق اللي بيظهر والمفاتيح اللي بتتجمع من غير ما يفهم المعنى. ليلة كاملة قضاها صاحي بيبص على الورقة اللي مكتوب فيها المفتاح التاني ظهر، وقرر الصبح إنه يفتش البيت بنفسه، يمكن يلاقي أي حاجة. دخل أوضة المكتب وقعد يفتش الأدراج لحد ما لقى صندوق خشب صغير متقفل وعليه رقم 7. خالد حاول يفتحه بس ما اتفتحش، ولما رفع الصندوق حس إنه تقيل كأنه جواه حاجة تقيلة. فضل يلفه في إيده لحد ما سقط منه على الأرض، وأول ما خبط طلع صوت جوه الصندوق كأنه فيه مفتاح تاني هنا. شك إن المفتاح اللي معاه هو اللي يفتحه، لكن الغريب إن المفتاح دخل جوه القفل وما فتحش حاجة. ساعتها قال بصوت عالي: يبقى فيه مفتاح تاني للغز ده. وهو خارج من الأوضة قابل سعاد في الطرقة وسألها: انت عمرك شفتي الصندوق ده قبل كده؟ ردت بسرعة: لا يا بيه، أول مرة أشوفه، بس عينيها خانتها كأنها عارفة حاجة. خالد قرر يسكت وما يبينش إنه واخد باله. بالليل راح المكتب عشان يسأل نهى، يمكن عندها فكرة. عرض عليها الصندوق وقال لها: إيه رأيك في ده؟ نهى مسكت الصندوق وبصت عليه وقالت: ده مش صندوق عادي، ده من النوع اللي بيتفتح بكود مش بمفتاح. خالد اتفاجئ وقال: انت عرفتي منين؟ ردت بهدوء: أنا قريت عن الحاجات دي قبل كده.
هنا خالد حس إنها داخلة في اللعبة من زمان، بس سابها ومشي. وهو في الطريق لقى العربية السوداء تاني، بس المرة دي السواق ما ادالوش ظرف، لأ ده نزل بنفسه واداله ورقة وقاله المفتاح التاني في إيد اللي مش متوقعه، ومشي. خالد فضل يفكر مين اللي مش متوقعه، هو بيتعامل مع مين؟ مراته، السكرتيرة، الشغالة، ولا حد تالت هو لسه ما شافوش؟ رجع البيت لقى ليلى قاعدة بتكتب في دفترها القديم. حاول يقرب منها، لقى الصفحة اللي بتكتب فيها مرسوم عليها نفس النجمة السباعية اللي جات له في الورقة من العربية السوداء. سأله: انت عرفتي الشكل ده منين؟ ليلى اتوترت وقالت: ده مجرد رسم قديم. لكن خالد ما صدقش، حس إنها متورطة أكتر من أي حد. وهو خارج من الأوضة لقى سعاد وقفت قصاده وقالت: المدام عندها أكتر مما تتخيل. خالد اتجنن وقال لها: وانتي عرفتي منين؟ ردت بجملة غامضة: أنا بسمع حاجات محدش بيسمعها. هنا بقى خالد في حيرة حقيقية. مراته عندها دفتر غريب، سكرتيرته عندها معلومات مش طبيعية، الشغالة بتتكلم بألغاز، وفي النص كله بيظهر ورق بمفاتيح وأرقام. بالليل وهو نايم صحي على صوت فتح قفل. قام جري على المكتب، لقى الصندوق الخشب مفتوح والمفتاح التاني جواه، ومعاه ورقة صغيرة مكتوب فيها: القفل اتفتح لوحده لأنك قربت من الصح، بس ما تتغرش. خالد مسك المفتاح وهو مش مصدق اللي بيحصل، وقال لنفسه: يعني مين اللي فتح الصندوق؟ السؤال ده خلاه يترعش من الخوف، لأن محدش في البيت كان صاحي. واللي زود رعبه إنه لقى باب الشقة مفتوح شوية. أنا لسه مكمل معاكم، والليلة دي كانت بداية الرعب الحقيقي اللي هيخلي خالد يشوف حاجات ما كانش يتخيلها. وهو ماسك المفتاح التاني وباب الشقة مفتوح، حس إن في عين بتراقبه من بره. جري بسرعة وقفل الباب بالمفتاح العادي وراح يقفل الشبابيك كلها. وهو واقف في الصالة لاحظ حاجة غريبة: كاميرا صغيرة محطوطة فوق الدولاب بتاعة الصالون، حاجة دقيقة جدا ما تتشافش بسهولة. مسك الكاميرا واتجنن وقال بصوت عالي: يعني في حد بيراقبني جوه بيتي؟ وفضل يدور في كل الأوض، مش لاقي غير الكاميرا دي بس، كفاية إنها تثبت إن اللعبة أكبر من اللي متخيله. الصبح قرر يواجه سعاد وقال لها: هو أنتِ اللي حطيتي الكاميرا؟ اتصنعت الغباء وقالت: كاميرا إيه يا بيه؟ أنا مالي ومال الحاجات دي؟ بس وشها ما كانش بريء كفاية. بعد ما مشي عنها راحت على التليفون الأرضي وكلمت نفس الرقم السري وقالت: هو شاف الكاميرا خلاص. خالد كان شاكك فيها فقرر يراقبها المرة دي بنفسه. قعد ورا الباب، سمعها وهي بتتكلم، وكلمة هو هي اللي علقت في دماغه. مين هو ده اللي بتكلمه؟ في المكتب النهاردة كان هادي أكتر من العادي. نهى دخلت عليه وقالت له: أنت شكلك تعبان يا فندم. رد هو مرعوب: أنا لقيت كاميرا في بيتي. نهى اتوترت وقالت: كاميرا؟ يعني في حد بيتجسس عليك؟ خالد قال لها: أنا مش عارف أثق في مين. نهى قربت منه وقالت: صدقني أنا الوحيدة اللي ممكن تساعدك. الجملة دي خلته يتلخبط أكتر لأنه مش عارف دي صدق ولا فخ. رجع البيت متأخر المرة دي، لقى ليلى قاعدة في الصالة منورة الشموع والدفتر القديم مفتوح قدامها، وقالت له: خالد أنا مش قادرة أخبي عنك أكتر من كده. قعد قصادها وقال: اتكلمي. ليلى قالت: الست ناهد دي مش مجرد واحدة من الماضي، دي كانت شريكتي في سر كبير زمان، والمفاتيح دي متعلقة بالسر ده. خالد اتجنن وقال: سر إيه؟ ردت: أنا وعدت إن ما أقولش غير في الوقت المناسب. خالد قام وسابها من غير ما يسمع الباقي ودخل أوضته وهو بيترعش من الغضب والشك. في نص الليل صحي على صوت حركة في المطبخ، مسك عصاية ونزل يجري، لقى الباب الخلفي مفتوح، ولما قرب سمع صوت همسة كده كأن في حد بيكلمه من بعيد. قال: مين هناك؟ فجأة شاف ورقة مرمية على الأرض مكتوب فيها: المفتاح الثالث عند اللي بتثق فيها أكتر. خالد رفع راسه بسرعة وللمرة الأولى شاف كاميرا تانية متركبة في المطبخ، ومش بس كده، سمع صوت خفيف جاي من جهاز تسجيل بيقول: أنت اتأخرت يا خالد، اللعبة بدأت تتحكم فيك.
خالد وقع على الأرض من الخوف وهو بيبص حواليه وحاسس إن أي عين حواليه ممكن تكون بتراقبه، وفي اللحظة دي اتأكد إن اللي بيلعب معاه مش شخص واحد، ده شبكة كاملة، والغريب إنهم عارفين كل حركة بيعملها. خالد دلوقتي ما قدرش يكتم خوفه ولا شكه، قرر يواجه نهى أول واحد. حس إنها ممكن تكون مفتاح الحل. دخل عليها المكتب فجأة وهي قاعدة على الكرسي بتكتب في دفترها وقال لها: نهى، انتي اللي بتلعبوا معايا ولا لأ؟ نهى اتنرفزت وقالت له: أنا بس بحاول أحميك. خالد صرخ: تحميني إزاي لو كل اللي حواليا بيخدعوني؟ هي وقفت وقالت: مش كل حاجة واضحة دلوقتي، بس صدقني في نهاية اللعبة هتعرف الحقيقة. خالد سألها: إيه الحقيقة؟ ردت: لما تيجي الخطوة الأخيرة هتشوف كل حاجة. هنا حس إن اللعبة بقت شخصية جدا ومفيش حد يقدر يثق فيه. في اليوم التاني خالد رجع البيت بدري ولقى ليلى قاعدة بتتكلم مع ناهد في الصالون بصوت واطي. حاول يقرب يسمع، لقى ناهد بتقول: هو بدأ يشك دلوقتي؟ وليلى ردت: أيوة، بس مش هيعرف الصح من الغلط غير لما ننفذ الخطوة التالتة. خالد اتجنن وقال لنفسه: يعني مراتي متورطة؟ بعدها سعاد دخلت ومعاها المفتاح الرابع وقالت: الخطوة الجاية هتكشف كل حاجة. خالد سألها: بتعرفي إيه عن اللعبة دي؟ ردت بابتسامة غامضة أكتر مما تتخيل. خالد حس إن الشبكة كلها حواليه والخطر قرب أكتر. الليل جه والخالد قعد في الأوضة ماسك كل المفاتيح الأربعة اللي معاه وبدأ يربط الأحداث مع بعض: صور ليلى القديمة، ناهد اللي ظهرت فجأة، سعاد والكاميرات اللي بتراقبه. كل حاجة بدلت توضح له إن اللي كان فاكر إنه لعبة بسيطة تحولت لحقيقة مرعبة. في سر كبير مربوط بالمفتاح السابع اللي لسه ما ظهرش. هنا خالد قرر يواجه ليلى وقال لها: أنا عايز أسمع كل حاجة دلوقتي. ليلى اتنهدت وعيلت: حسناً، كل حاجة بدأت قبل 10 سنين مع ناهد، وكنا مخبيين سر مهم عن الكل. خالد اتصدم وقال: سر مهم؟ ليلى أكملت: المفتاح السابع مش مجرد حاجة معدنية، ده رمز لسرنا الكبير اللي لو اتكشف حياتنا كلها هتتغير. خالد دلوقتي حس إن لازم يلاقي المفتاح السابع قبل أي حد تاني. بدأ يدور في البيت كله مع سعاد ونهى وليلى، كل واحد فيهم بيحاول يوصل للمفتاح قبل التاني. وفجأة لقى ورقة جديدة على الباب مكتوب فيها: الخطوة الأخيرة هتبدأ باللي تثق فيه أكتر. خالد حس إن الوقت بيجري بسرعة وكل ثانية بتفرق، وفكر مين اللي يقدر يساعده بدون ما يغشه أحد. وقام ركض على غرفة المكتب القديمة اللي فيها صندوق خشب مفتوش من قبل، وحط المفاتيح كلها فيه وبدأ يفكر مين يستحق المفتاح السابع، مين يقدر يخرجني من اللعبة دي. الليل جه والخالد ماسك المفتاح السابع قدامه وقعد يفكر في كل اللي حصل من أول الظرف الأول، الورقة التانية، الصندوق، كاميرات المراقبة، ناهد اللي ظهرت فجأة، سعاد اللي بتتكلم بألغاز، وليلى اللي عندها الصور القديمة. قرر إنه يواجه كل واحد ويكشف كل الأسرار مرة واحدة. بدأ بمواجهة نهى وقال لها: كل حاجة واضحة دلوقتي، انتي كنتي جزء من اللعبة. نهى اعترفت وقالت: أيوة، بس كنت بحاول أحميك من اللي أكبر منك. بعدين قابل ليلى وقال لها: المفتاح السابع ده ليه علاقة بالسر بتاعك. ليلى قالت: صح، ده السر اللي كنا مخبيينه من سنين. خالد بص لسعاد وقال لها: وانتي؟ سعاد ضحكت وقالت: أنا مجرد مساعدة بس، اللعبة كانت محتاجة حد يراقبك. خالد أخيراً ربط كل الأحداث وفهم إن اللعبة كانت عبارة عن شبكة من الأكاذيب والأسرار والمفاتيح الرمزية، وكل واحد من حواليه كان ليه دور معين. المهم إن المفتاح السابع كان رمز لكل الحقيقة، والخالد أخيراً قدر يفهم مين فيهم اللي صدق ومين اللي خدعه، وعرف إن الثقة مش مجرد كلمة، لكن أفعال الناس هي اللي بتكشفها. وفجأة ضحك وقال: أخيراً اللعبة انتهت وكل سر اتكشف.